هاد الشخص اللي كتشوف قدامك لقى واحد الميكا، ولكن داكشي اللي في وسط منها انا متيقن انه غادي يصدمك. فرح حتى هاد مول الطاكسي اللي كتشوف قدامك مني سمع داكشي اللي في وسط منها تخلع وديمار الطوموبيل ديالو ومشى ديريكت للبوست ديال البوليس مني سمعوا داكشي اللي قال لهم مول الطاكسي خداو الامر على محمل الجد وتوجهوا لعين المكان. وبالفعل مني مشاو للبلاصه لقاو داك السراح باقي جالس في بلاصتو ما تحركش، وداهم للبلاصه اللي لقى فيها ديك الميكا. ومني البوليس حلوا ديك الميكا تفاجئوا فورا لقاو الرجل ديال بنادم في مدينة بني ملال مع الوقيته ديال الظهر. واحد السراح كان راجع للدار ديالو مع ديك الوقيته كيف ديما، فاذا به كيلاحظ ان واحد الميكا مغلفه مزيان. دخلو الشك وبغى يعرف شنو كاين في وسط منها، وبدا كيقرب شويه بشويه، فاذا به كيتفاجئ ان ديك الميكا كتصوت منها واحد الريحه خانزه. وواخا هكاك بغى يعرف شنو كاين في وسط منها، فرا الطريقه اللي كانت مغلفه بها دخلاتو الشك. ولكن فاش حلها تفاجئ لقى رجل ديال بنادم مغلفه مزيان، وفي ديك اللحظه حط ديك الميكا ومشى كيجري بحكم انه غير سراح وما عنده حتى شي تليفون اللي غادي يهزو يصوني بيه على البوليس. بقى كيقلب على اي واحد يبلغو بداك الشيء اللي شاف. وبالفعل لقى واحد مول الطاكسي وعاود له داك الشيء كامل بالتفاصيل. مول الطاكسي تفاجئ وما تيقش داك الشيء اللي سمع بودنيه، وقال له بقى هنا انا جاي، انا غادي نمشي للبوست البوليس وغنعاود لهم هادشي كامل اللي قلتي. وبالفعل مشى مول الطاكسي للبوست ديال البوليس من يسمعوا داكشي اللي قال لهم مول الطاكسي توجهوا لعين المكان ومشاو لديك البلاصه. وفاش لقاو داك السراح داهم للبلاصه اللي لقاو فيها ديك الرجل. وهنايا غادي تبدا الخدمه ديال الشرطه العلميه. فرا بداو بتمشيط المكان كامل، ومن خلال المعاينه الاوليه تبين لهم ان ديك الرجل ما كانتش مدفونه كامله، كان مدفون غير نص فيها. داكشي علاش تمكن السراح انه يشوفها، وهادشي خلاهم على انهم يقلبوا في المنطقه كامله على اي بقعه اللون ديال التراب ديالها ما كيشبهش لداك اللي حداها. بالمختصر المفيد تراب مقلب وجديد مقارنه باللي حداه. وبالفعل تمكنوا على انهم يلقاو البقيه ديال الاعضاء، واللي كان كل طرف منهم مغلف في واحد الميكا ومدفون في بلاصه بوحدو. الراس مغلف بواحد الثوب والملامح ديالو مشوهه وصعيب على انك تعرف عليه من الضربه الاولى. ولكن لقاو في الودنين انهم فيهم واحد الحلقات ديال الدب، ولا دابا عندهم احتمال كبير ان ديك الضحيه بنت. واللي غادي يزيد يثبت الشكوك ديالهم هو من لقاو الصدر ديال الجثه، ولكن التادي ماشي عادي، فرا فيه البوليستر من فوسط منه. ولكن اللي غادي يثير الانتباه ديال الشرطه العلميه هو ان العضو التناسلي ديال البنت ما كاينش. وبحكم ان الجثه مده ما طويلش بزاف وهي مدفونه في ديك المنطقه، ولكن العامل ديال الحراره خلى على ان الجثه تبدا كتحلل شويه بشويه. وهذا الشيء غادي يصعب المهمه على المحققين بانهم يلقاو البصمات ديالها. فرا بدوك البصمات بهم باش غادي يتعرفوا على الهويه ديالها، وهذا الشيء خلاهم على انهم يتجهوا لطريقه واحده اخرى باش يتعرفوا عليها، هي انهم ياخذوا السجل ديال الناس اللي جاوا مؤخرا وقدموا شكايات على ان افراد من الاسر ديالهم اختفاوا لظروف غامضه. ولقاو بزاف ديال الناس منهم عيالات ورجال كبارين في السن، ولكن بقاو مركزين على فئه وحده واللي هي البنات ما بين 30 حتى ل 20 سنه، بحكم ان الضحيه اللي لقاو كيتبين على انها مازال صغيره. اما الخبار فانتشرت في المدينه كامله وكل شيء ساق الخبار. ولغد ليه جات واحد السيده كتبلغ على الاختفاء ديال الاخت ديالها، وجا معها واحد الراجل وفي يدها الصوره ديال اختها اللي الاسم ديالها ليلى الشطبي. وقالت لهم هذه 10 ايام وهي غابره وحتى شي واحد ما ساق لها الخبار فين مشات، وهذا الشيء ماشي من عوايدها. فرا فوق ما كتبغي تمشي لشي بلاصه كتعلمني. وخداو المحققين ديك الصوره وقارنوها مع الجثه اللي لقاو، وبحكم ان ديك الجثه الملامح ديالها صعيب على انك تتعرف عليهم، وقرروا على انهم يجيبوا ديك الحلقات اللي لقاوهم في الراس ويوريوهم لديك السيده، احتمال كبير على انها تتعرف عليهم. وبالفعل جابوا لها دوك الحلقات وحطوهم لها وقالوا لها واش كتعرفي هاد الحلقات؟ بلا ما تردد وبلا ما تفكر قالت لهم فايت لي شفت هاد الحلقات وعند الاخت ديالي. وهنايا البوليس بداو كيحسوا على انهم بداو كيقربوا الراس الخيط شويه بشويه، ولكن فرح الدليل ما كافيش، واحتمال كبير على ان الاخت ديالها بحكم انها مخلوعه على اختها وشحال هذه ما شافتهاش يقدر يكون دوك الحلقات تشابهوا لها مع الاخت ديالها. وهنايا الشرطه العلميه بقى لهم حل واحد، هو انهم يمشيو يفتشوا الدار ديالها. فرح احتمال كبير على انهم يلقاو شي دليل يوصلهم الراس الخيط. وبالفعل اتجهوا لعين المكان ومشاو لديك
الدار وبداو كيفتشوها كامله، ومن خلال المعاينه الاوليه تبين لهم ان ديك الدار ما وقعت فيها حتى شي جريمه، باقا الدار كيف ما هي، ما مخربقه ما والو. وبداو كيقلبوا بدون حتى شي نتيجه. وهنايا بداو كيقلبوا على خيط واحد اخر، يلقاو شي حاجه كتخص ديك البنت ويديروا لها التحاليل وتبين لهم على انها بالفعل ليلى اللي كيقلبوا عليها. وبالفعل لقاو واحد المشطه فيها واحد الزغب ديال ليلى، وداو داك الزغب للطب الشرعي، ودازوا واحد اليومين من وصل البلاغ من الطب الشرعي المفاد ديالو ان داك الزغب اللي لقاو هو بالفعل ديال ليلى. السؤال المطروح، شكون هي ليلى وشنو القصه ديالها؟ اما السؤال الاهم، شكون اللي قتلها؟ وهذا الشيء بالفعل هو اللي غادي نتعرفوا عليه في هذه القصه. وإلا كان بحال هذا المحتوى كيعجبك فما تنساش انك تدعمه. فراه هذا الشيء ما غاديش ياخذ من وقتك، ولكن غادي يعاونني على انني نطور المحتوى شويه بشويه باش ينال الاعجاب ديالك. معكم بادريكس، نبداو على بركه الله. ليلى الشطبي تزادت في سنه 1987 من اب مجهول الهويه، وهذا الشيء غادي يخلي الام ديالها تعرض البنت ديالها للتبني. وبالفعل توسطت لها واحد المراه كتعرفها، داتها عند واحد السيده اللي الاسم ديالها يامنه كانت فنانه شعبيه وبالدارجه شيخه اللي غادي تقدر توفر لها كاع داكشي اللي غادي تحتاجه. فراه يامنه عندها فلوس وممتلكات بحكم ديك المهنه اللي كتمارس، فراه كتجيب لها واحد الدخل اللي كبير. وهذا الشيء غادي يسهل على ليلى انها تنعم بحياه اللي كيحلم بها اي طفل، وغادي تضمن لها المستقبل ديالها. اما يامنه فراه كانت من ديما وهي كتحلم انها تبنى شي بنت وهي مازال صغيره باش تربيها على يديها. فراه يامنه كان سبق لها وتبنات واحد جوج ديال البنات، ولكن جابتهم للدار وهما كبارين شي شويه في السن، ماشي بحال ليلى. داكشي علاش كانت من ديما باغا تبنى شي بنت اللي مازال صغيره تحقق لها داكشي اللي بغات. وبالفعل وافقات على الطلب ديال الام ديالها وتبنات ليلى وهي مازال صغيره. ليلى ما كانش كتحسسها يامنه على انها بنت بالتبني، بل انها كانت كتحسبها بحال بنتها. وهذا الشيء كان كيتبين من التصرفات اللي كانت كديرهم يامنه. فراه ليلى ما كانتش كتحس براسها انها متبنيه، فراه حتى خواتاتها بالتبني كانوا كيحسوا بداك الشيء. فراه جابتها وهي في الشهر الاول ديالها، وهنا في هاد البلاصه تربات وكبرات ليلى. وفي هاد الصيدليه اللي كتشوفوا قدامكم دوزات ليلى 16 ديالها. فرا من بعد ما سالات قرايتها فرا قررت على انها غادي تتخصص في هاد المجال هذا، وبحكم ان هاد الصيدليه قريبه في الحومه ديالها قررت على انها تمشي تدوز فيها داك 16. اما الناس ديال الحومه فرا كانوا كيشهدوا لها على انها كانت زوينه في المظهر وحتى في التعامل. فرا كانوا كيقولوا على انها كانت الله يعمرها دار، ولكن كانوا عندها شي مشاكل مع الاخت ديالها وراجلها. وهذا الشيء هو اللي غادي نتعرفوا عليه في القصه ديالنا. فبقاو معايا حتى الاخر باش تعرفوا على الاحداث بالتفاصيل وما تزقلوا حتى شي حاجه. في سنه 2006 مرضت الام ديالها بالتبني، ومن بعد 6 شهور توفات يامنه. وقبل ما تموت كتبات لها 3 ديال الديور، اما البنات الاخرين فما كتبات لهم والو. البوليس من يعرفوا ان ليلى كتبات لها الام ديالها 3 ديال الديور، هنا يبداو كيشكوا وقالوا احتمال كبير على ان السبب ديال الوفاه ديالها هو الورث. وهذا الشيء خلاهم على انهم كتفوا الجهد ديالهم مع العائله ديالها كامله، وكلهم يبحثوا معاهم واحد بواحد، ومشاو كيفتشوا الدار ديال الاخت ديالها هلا واسع لقاو فيها شي حاجه. وهنايا غادي يتفاجئوا لقاوهم مخبيين في واحد الوساده حوالي شي 13,000 درهم. ولكن الغريب في الامر هو منين سولوهم البوليس منين جاوكم دوك الفلوس، فرح حتى شي واحد ما قدر يقول لهم دياولي دوك الفلوس. وفاش كيسولوهم البوليس تيقولوا لهم ماشي ديالنا هاد الفلوس. وهذا الشيء خلى البوليس على انهم يشكوا فيهم ويوليو هما المشتبه فيهم الاول. ولكن في الاخير اكتشفوا على ان دوك الفلوس المصدر ديالهم هو واحد الذهب كانت باعته الاخت ديالها. داك الذهب كان ديال الام ديالهم بالتبني، وهما شدوه وباعوه بلا ما تسيق ليلى الخبار. وفي هذا المحل تباع فيه داك الذهب. وبما ان القانون كينص على عدم التصرف في المال المملوك للغير بدون وثائق، وهذا هو السبب الحقيقي اللي خلاهم في الاول على انهم ينكروا وما يقولوا لهمش منين جاوهم دوك الفلوس. فراه داك الذهب في القانون كيتعتبر على انه ديال الورثه، ودوك الخواتات بالثلاثه بهم عندهم الحق في داك الذهب، اولهم ليلى. ولكن الاخت شداتو وباعتو بوحدها بلا ما يسيق حتى شي واحد الخبار. وهنايا البوليس حسوا براسهم انهم غاديين في واحد الطريق اللي ما غادي تديهم لحتى شي نتيجه، بل انهم كيبعدوا كل بعد على المجرم الحقيقي اللي قام بهذه الجريمه. وبقى لهم شخص واحد واللي هو الشخص اللي جا النهار الاول مع الاخت ديالها باش تبلغ على الاختفاء
ديال ليلى واللي الاسم ديالو محمد مزراري. محمد مزراري عنده واحد المحل ديال البيشان وكان ساكن حدا الدار ديال ليلى، وكانوا خوتها كيحسبوه بحال شي اخ ديالهم، وحتى ليلى فرا كانت كتحسبو بحال خوها الكبير بحكم انها ما عندها حتى شي واحد اللي غادي يوقف معاها. وكان مزراري فوق ما كانت كتحتاجو ليلى كيوقف معاها وما كيبخل عليها بحتى شي حاجه. وبالخصوص ليلى فرا كانت كتثيق فيه لواحد الدرجه كبيره وكتقول له اي حاجه. وماشي غير هذا الشيء، بل انه كان عارف وحافظ مزيان العقليه ديالها وعارف عقليتها وكيفاش كتفكر. بالخصوص كانت بنت باقا في عز الشباب ديالها وباغا تعيش حياه اللي عصريه كتواكب السن ديالها، وداكشي اللي كان كيحاول ما امكن مزراري على انه يعاونها ديرو. فرا كان كيحاول ما امكن على انه يقترح عليها افكار كتواكب الطموح ديالها، وبحكم انها كانت كتثيق فيه لواحد الدرجه كبيره وكتعاود له كل شيء. فرا كان في خبارو على ان الام ديالها بالتبني كتبات لها 3 ديال الطيور، ومني شافهم اقترح عليها واحد الفكره بحكم انهم جاو في واحد الموقع اللي ماشي تليه. فرح جاو في واحد الحي شعبي وقال لها بيعيهم ب3 وجمعي دوك الفلوس وشيري بيهم شي دار غادي تكون في شي حي اللي زوين. وبالفعل عجبتها الفكره وقررت على انها تبيع دوك 3 ديال الطيور. ولكن دوك 3 ديال الطيور وحده فيهم كانوا ساكنين فيها 2 ديال العائلات، ووحده من دوك العائلات هي الاخت ديالها. فرا كانت ساكنه من شحال هذه هي وراجلها. اما الفوق فكانت ساكنه واحد السيده كاريه من شحال هذه، وهذا هو السبب الحقيقي اللي خلى الاخت وراجلها ما يبقاوش متفاهمين مع ليلى. فرح ليلى مشات هي ومزراري لعند الاخت ديالها وقالت لهم بلا انا صافي بغيت نبيع هاد 3 ديال الطيور ونشري دار اللي غادي تلبي لي الاحتياجات ديالي، فرا خصكم تخرجوا من هاد الدار. وبالفعل خرجت الاخت ديالها هي والزوج ديالها وبقاو كيقلبوا على شي دار اللي غادي يستقروا فيها. وهذا الشيء قالته الاخت ديالها هي وراجلها، وقدرت على انها تبيع دوك الديور كاملين وجابوا لها 45 مليون. شدات 5 ديال المليون كاش ودارت بها عمليه ديال التجميل لصدرها، والباقي مشات هي وياه للبنكه وحطاتهم تما. وهو اللي كان مصر على انها تفتح حساب وتحطهم تما باش يكونوا في الامان حتى تلقى الدار اللي غادي تناسبها وتشريها. وبحكم انها كانت كتثيق فيه لواحد الدرجه كبيره فوق ما كانت كتخرج شي مبلغ كانت كتقولها له. فرا حتى الكود ديال البنكه كان حافظه باش تعرفوه القمه ديال الثقه اللي كانت واضعاها فيه. فرا هو اللي كان كيكون معها في اي قرار كانت كتقوم به، تقدروا تقولوا هو اللي كان السند الرئيسي ديالها من بعد الوفاه ديال الام. وهذا الشيء كامل اللي عاودت لكم فرع من سابع المستحيلات على ان هذا الشخص هذا يفكر على انه يقتل ليلى. فرا كانت كتعامل معاه لواحد الدرجه كبيره وما كانت كتخليه مخصوص من حتى شي حاجه، ولكن البوليس كيشكوا في اي واحد وما كيوضعوا الثقه في حتى شي واحد. فرا مني عرفوا على ان محمد مزراري عرف عليها هذا الشيء كامل قرروا على انهم يكتفوا معاه التحقيق ويمشيو يفتشوا الدار ديالو. وبالفعل طلبوا منه على انهم غادي يمشيو يفتشوا الدار ديالو، وهو بكل فرح تقبل منهم الفكره وقال لهم مرحبا. فرا هاد السيده كانت عزيزه عليا بزاف وانا كنحاول ما امكن على انني نعاونكم باي طريقه على انكم تلقاو في اقرب وقت المجرم اللي قام بهذه الجريمه هذه. وبالفعل خداو القرار من النيابه العامه بانهم غاديين يفتشوا الدار ديال المزراري. وبالفعل مشاو مع عناصر من الشرطه العلميه والمحققين مشاو معاه للدار ديالو، فاذا بهم كيتفاجئوا على ان الخواتات ديالو كلهم كيتواجدوا في الدار وطلبوا منهم على انهم يدخلوا لواحد البيت وهم يسدوا عليهم وبداو كيفتشوا الدار كامله على واسع لقاو شي دليل. واحد المحقق دخل الكوزينه وبقى كيقلب هو يلقى واحد الثوب، وهذا الثوب هذا هو نفسه الزيف اللي لقاوه مغلف به الراس ديال ليلى. وهنا في هذه اللحظة حسوا ان هذا السيد هذا عنده علاقة بالجريمة وطرحوا عليه سؤال واللي هو منين جاك هذا الزيف. والجواب كان هو ما عرفتش منين جاني، انا اول مرة كنشوف. واحد المحقق استدعى الاخت ديالو اللي كانت في ذاك البيت سادة عليها، هو يسولها وقال لها منين جاكم هذا الزيف. الاخت ديالو ترددات، فرا كانت خايفة على المصير ديال الاخ ديالها، فرا كانت عارفة ومتيقنة ان هذا الزيف ديال الدار وكان مشحال هادي تما. وهنايا المحققين استدعوا الشرطة
الشرطه العلميه وجابوا معاهم احدث التقنيات باش يقلبوا على الدليل. وبالفعل بداو في التحريات ديالهم، وهنا كانت الصدمه القويه. فراه لقاو واحد العينات صغار ديال الدم ما كيبانوش بالعين المجرده، واللي غادي يخليهم على انهم ما يبانوش هو البلاصه اللي كيتواجدوا فيها. فراه ديك البلاصه كانت عباره عن جليش حمر، وهذا الشيء اللي خلى المأموريه تزيد تصعب عليهم. لو كان ما كانوش الاجهزه جد متطوره ما كانوش غادي يلقاو هذا الدم هذا. وماشي غير هذا الشيء، بل انهم لقاو واحد طرف صغير ديال اللحم فيه واحد الزغب، وجمعوا هاد العينات كاملين وداوهم للطب الشرعي، واللي غادي تبين لهم في الاخير ان هاد العينات اللي لقاو هما بالفعل ديال ليلى. وهنا تبين لهم ان ديك الدار كانت هي المسرح ديال الجريمه. وفي هذه اللحظه واجههم زراري بجميع التهم المنسوبه ليه. ملي عرف راسو انه صافي حصل، طاح في الارض وبقى كيبكي. فراه ما بقى عنده فين يتخبى، دلائل كلها ضده. سولو واحد المحقق وقال له شكون اللي عاونك في هذه الجريمه هذه؟ شد في راسو وبقى كيفكر. هو يجاوبهم وقال لهم انا واحد السيد صاحبي واللي هو العطار، ها فين كاين وها فين كاين. ومع 6 ديال الصباح اتجهوا البوليس للبلاصه اللي قال لهم عليها، وبالفعل لقاو خونا العطار في الدار ديالو. مشاو لعندو وهما يعتقلوه، ركبوه في الطوموبيل وداوه. هذا العطار هذا اسم ديالو حمد بوغيبه، تزاد في سنه 1962 في خميس الزمامره باقليم جديده. ما عمرو قرا ولا شاف المدرسه، كان هو الكبير في دارو وكان كيمشي مع باه للسواق بحكم ان باه كان كيبيع العطريه وهو يتعلم التجاره. وفي الوقيته اللي ما كانش كيمشي للسوق كان كيخدم كجزارت مع واحد الجزار في القريه ديالهم. في سنه 1987 تزوج، وفي سنه 2007 رزقوا الله بواحد البنيه. جا البني ملال وخلى مراته وبنته في العربيه. وفي ذاك العام تعرف على مول الباش، دازت مده قصيره ولاو صحاب ديال بصح، وكراو بجوج بيهم واحد الدار ولاو كيقصروا فيها بالليل. السؤال المطروح هو كيفاش قدروا هاد الجوج ديال الاشخاص يقوموا بهاد الجريمه الوحشيه بلا رحمه وبلا شفقه؟ والغريب في الامر هو ما ساق لهم حتى شي واحد الاخبار. 22 ابريل في نفس العام في سنه 2007 ليلى جاها اتصال المفاد ديالو ان مول الباش لقى لها واحد البرطمه وطلب منها انها ما تعطلش باش يتلاقاو مع مولاها. فراه كان مزروب شي شويه وفي ديك الليله خصو يسافر، اما هو فراه كان موجد كلشي ومرتب الامور ديالو. طلب من العطار انه يتخبى في الصالون حتى يعطيه الاشاره عاد يخرج، اما هو فراه بقى جالس حدا السرجم كيتسناها بفارغ الصبر امتى توصل لباب دارهم. وبالفعل ملي حس بها وصلت لباب الدار خرج لعندها وقال لها دخلي باش نصونيو على السيد وغادي يجي لعندنا. وبالفعل بحكم انها كتثيق فيه دخلات لعندو جلسات كتسنى السيد بفارغ الصبر. هو جبت التليفون ودار راسو كيصوني عليه. واحد شويه قال لها التليفون ديالي راه تسالى من السولط، واش ممكن تعطيني تليفونك باش نصوني عليه؟ قالت له ما كاين حتى شي مشكل. حلات الصاك وبغات تجبد التليفون باش تعطيه يهضر معاه. وفي ديك اللحظه اللي حلات الصاك وبقات ملهيه معاه اغتنم من فرصه وشنق عليها وسد لها فمها باش ما تصدر حتى شي صوت وسمعها شي واحد. وهو يغوت على صاحبه اللي كان في البيت مخبع. صاحبه من سمعو كيغوت له خرج لعندو وفي يدو جنويه وضربها ب3 ديال الطعنات في الكرش ديالها وجبدوها بجوج بهم للارض. وحتى مول الباش جبد حتى هو الجنويه ديالو وبدا كيطعن فيها بلا رحمه وبلا شفقه. وفي نفس الوقت وفي ديك اللحظه كانوا مازال مرتاحوا. فراه كانت مازال ما ماتش، كانت مازال كتنفس ومازال كتقاوم. وهذا الشيء كيربكهم ومرتاحوا بجوج بهم وبداو كيتنفسوا حتى حيدوا لها الراس ديالها. ومني تاكدوا انها فرقات الحياه حيدوا لها حوايجها كاملين وبداو كيفصلوا فيها طرف بطرف وكانوا كيتناوبوا عليها بجوج بيهم الى قطع العطار رجل او يد حتى مول الباش كيقطع نفس داكشي اللي قطع العطار. وفي نفس الوقت كيستعانوا بالخبره ديال العطار اللي كانت عنده تجربه في تكزارت. فرا الطريقه اللي تفصلات بها ليلى احترافيه وماشي اي واحد يقدر يفصلها بديك الطريقه الا اذا كانت عنده تجربه في تكزارت. وهذا الشيء بالفعل اللي كان كيمتاز به العطار. وداك الشيء علاش مول الباش قرر انه يدخل مع العطار في هذه الجريمه. ومني سالوا التقطيع ديالها داروا كل حاجه في بلاصتها، كل طرف غلفوه بميكا كحله وجابوا 3 ديال الخناشي زرق كبار وعمروهم بدوك الطروفه وسيقوا الدار كامله وما خلاو حتى شي اثار. وفسالاو مول الباش خرج لبرا هو والعطار اتصل بنسيبو باش يسلفوا الموتور ديالو. وبالفعل خد
خداو الموطور من عند نسيب مول الباش وركبوا بجوج بيهم وخلاو الضحيه في الدار ومشاو كيقلبوا على شي بلاصه اللي غادي يدفنوها فيها. وفي ديك اللحظه اللي كانوا راجعين فيها للدار باش يهزوها في الطريق ديالهم وقفهم واحد البوليسي في الرومبوان بحكم انهم ما دايرينش الكاسك، ولكن البوليسي كيتفاجئ بالطريقه اللي تصرفوا بها فراه ما رغبوه ما والو. هبطوا من الموطور سمحوا فيه ومشاو. البوليسي بقى غير كيشوفوا مصدوم ما فهم حتى شي لعبه ورجعوا للمحل ديال مول الباش وبقاو كيفكروا لشي طريقه اللي غادي يهزوا بها داك الشيء. وهي طيح على مول الباش واحد الفكره هو انهم يجيبوا هوندا ويشارجيوها بديك الميكات. وبالفعل داك الشيء اللي داروا مشاو جابوا واحد مول الهوندا ولكن درسوا له الخطه باش ما يعاقش بهم. وجدوا واحد البراد ديالها شاي وحطوا الملوي والحرشه وخلاوه هو كياكل وهما كيشارجيو ونجحات لهم الخطه وشارجاو دوك الخناشي كاملين في ديك الهوندا بلا ما يعيق او اللي يحس بشي حاجه. ومني سالاو ناض الشيفور وركب ديمارا وزاد وهو يوصلهم لواحد الخلا حدا واحد الدوار اللي الاسم ديالو دوار تامشاط. وفي ديك المنطقه دفنوا كل عضو في بلاصه. البوليس لقاو كل شيء الا ديك الاداه اللي حفروا بها، وبحكم ان المحققين خصهم يلقاو الادله كاملين فرا كان ولا بد انهم يلقاو داك الشيفور اللي وصلهم لديك المنطقه. ولكن هما بقاو مصرين على انهم ما عقلوش على الهوندا وحتى على مولاها، وتضطروا البوليس على انهم يطلقوا واحد الحمله على ان اي واحد عنده شي هوندا بيكوب يوقفوه ويديروا معاه التحريات ويديروا معاه الاجراءات اللازمه على واسع يلقاو فيها شي اثار ديال الدم. وبالفعل فاش قلبوا الهوندات كاملين لقاو وحده فيها اثار ديال الدم، ومني استجوبوا مولاها بقى مصر على ان دوك الاثار ديال الدم هما ديال واحد البقره جابها من الباطوار. ولكن البوليس مني خداو دوك الاثار ديال الدم داهم للمختبر تبين لهم في الاخير ان داك الدم هو بالفعل ديال ليلى. وهنايا البوليس ما عرفوش واش هاد الشيفور تعاون معاهم في ديك الجريمه او لا فقط خاف على راسو وخاف على انه يضرب الحبس على والو. اما السؤال اللي كيطرح نفسه هو شنو السبب اللي خلى العطار على انه يقوم بهاد الجريمه مع العلم ان مول الباش الدافع الوحيد اللي كان عنده هو الفلوس. ولكن الاقرباء ديالو اكدوا على ان مول الباش ما كانش الدافع ديالو هو الفلوس، فراه ديك الحرفه اللي عنده كافيه على انه يعيش حياته. الجواب كان هو الطمع، فراه مول الباش كلا العطار دماغه وكان مشحال هادي هو كيعاود له على داكشي اللي كتعاود له ليلى، فراه كانت اي حاجه كتقولها له كانت في راس العطار. وبحكم ان العطار كانت عنده شخصيه اللي ضعيفه، اما مول الباش فراه كانت عنده شخصيه اللي قويه وقدر على انه ياثر عليه. وفي خلال ديك المده كامله بقى كيوجدوا نفسيا وبدنيا وقنعوا الديال بصح، وبقى كيوهموا على ان ديك البنت مجرد بنت الشيخه وحرام فيها انها تعيش وتمتع بدوك الفلوس، فرحنا اللي نستاهلوه. وهذا هو الوهم اللي باعوا للعطار. العطار بحكم انه عنده شخصيه ضعيفه دغيا تقبل الفكره اللي عطاها له مول الباش، وبالفعل قدر على انه يدير له غسيل الدماغ. وبداو كيوجدوا في المعدات اللي غادي يحتاجوا، واول حاجه كانت هي الموس والمقده اللي غادي يفصلوا بها. مشاو عند واحد الحداد اللي هو في الاصل خو مول الباش وطلبوا منه انه يصاوب لهم ديك المقده وحتى الموس، فرا كان العيد الكبير قرب. وبالفعل صاوبها لهم وبقى لهم دابا الخناشي اللي غادي يجمعوا فيهم طروفه. وبالفعل مشى مول الباش عند واحد خونا كيبيع الزرع وطلب منه 3 ديال الخناشي خاويين وشويه ديال الفصه. داك مول الزرع ما شكش فيه، لبالو الطلب ديالو وشرى من عنده داكشي اللي غادي يحتاج. وفي اليوم الثاني هز مول الباش الساروت ديالها ودخل للدار باش يقلب على الكود، فرا كانت تنسالو باش يبقى كيخرج الفلوس كل مره. وبالفعل لقى الكود اللي كيقلب عليه وبقى كل نهار وكيتيري حوالي 5000 درهم 3 ديال المرات في النهار. ومن 24 ابريل في سنه 2007 وهو كيتيري نفس المبلغ حتى النهار اللي تكتشفت فيه الجثه اللي هو 2 ماي. وفي ديك 9 ايام كامله قدر على انه يخرج حوالي 45000 درهم. ومن داز 20 عطى صاحبه 15000 درهم باش يمشي يشوف مراته وولادو. فرا كان السبب واضح ديال العطار اللي خلاه انه يقتل ليلى هو الفلوس. ولكن شنو هو السبب الحقيقي اللي خلى مول الباش انه يقتل ليلى؟ الراي العام كينقسم لجوج اراء. شي كيقول على ان مول الباش كانوا عنده بزاف ديال المسؤوليات، فرا كان كيصرف على خواتاتو وحتى على خوتو ووالديه، هذا هو السبب اللي خلاه انه يقتلها. اما الطرف الاخر فرا كان كيقول على انه كان كيبغيها وكانت موعداه بالزواج وبدا كيحس بها، بدات كتفلت من يدو، داكشي علاش قرر على انه يقتلها.
وانتم في نظركم شنو هو السبب اللي خلى مول الباش على انه يقتل ليلى؟ واش هو الحب او الطمع؟ وصلنا لنهايه القصه. كان معكم امين، نتلاقاو في قضيه واحده اخرى.